السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي افضل الاحوال يا رب العالمين. كنتمنىكم خوتي اللي غتشوفوا القناه لاول مره باش تدعموني بالاشتراك وتساعدوني في هذه الفيديوهات وجزاكم الله خيرا. الفيديو ديال اليوم خوتي غادي نهضروا على البطل العالمي سعيد عويطه. سعيد عويطه، كيف نقولوا حنا، بزاف ديال الناس اللي في هذا الوقت الحاضر هذا راه ما كيعرفوش. لو ما كيدخلوش للمواقع ديال التواصل الاجتماعي وكيشوفوا المشاكل ما غاديش يعرفوا هذا السيد هذا. ولكن الناس ديال الثمانينات، الناس ديال التسعينات غادي يكونوا عارفين هذا السيد هذا. خير المعرفه. هذا البطل العالمي اللي كنا شفنا العام الفايت كانت تفجرات القضيه ديالو مع الاب ديالو. كنا شفنا وكنا سمعنا وكنا شفنا داكشي اللي كان خرج به الاب ديالو، اللي كان كيقول ان الولد ديالو ما كيديهاش فيه، ما كيكلموش مهم لواحد المده اللي ربما يمكن الى ازيد من 25 عام وما ديهاش في الاب ديالو. وكنشوفوا كيفاش سعيد عويطه البطل العالمي كيفاش كيعيش الرفاهيه كيفاش عايش. وكنشوفوا الاب ديالو في ديك الحاله المزريه اللي كانوا بينوه فيها، كيفاش كيعيش الفقر. راه خوتي اللهم ان هذا منكر. ما كناش عارفين الاسباب اللي كانت بيناتهم او الصراعات اللي كانت بيناتهم، ولكن كيف ما كان الحال كنقولوا الوالدين راهم والدين، واخا ما عرف شنو يديروا ليك. اللي كان خرج هذا سعيد عويطه هذا وكان كيقول بان راه الاب ديالو هو الاول سمح فيه وهو مازال صغير والخوت ديالو وداكشي، وكان سمح فيهم. وغير الام ديالو اللي كانت حتى هي كانت خرجات بواحد الفيديوهات وكانت كتقول على انها هي اللي تكرفصات، هي اللي تمحنات، هي اللي دارت بزاف ديال الحوايج على قبل الاولاد ديالها باش وصلتهم. وهذه تحيه لكل ام اللي كتناضل وكتكافح باش توصل الوليدات ديالها لواحد المراتب عليا. ولكن اخوتي كيف ما كان الحال، هذاك الاب ديالو واخا سمح فيه، الا كان هذاك السيد كنقولوا حنا ما دارش لاباس، معليش اللوم، ولكن كان على الاقل يسول في الاب ديالو، حتى وإلا ما كانش باستطاعته انه يعيشوا مزيان، على الاقل يسول في الاب ديالو. كيف ما كانت الاحوال، ان الله سبحانه وتعالى كيقول لك واخا يامرك بالشرك بالله سبحانه وتعالى، قال لك فلا تطعهما ولكن صاحبهما في الدنيا معروفة. شنو هي اللي كيصاحبهما في الدنيا معروفة؟ هي انه يتعامل معهم كيف ما كانت الحالة ديالو، خصو يتعامل معاه، خصو يبقى مزيان معاه وما يبقاش هذا الحقد وما تبقاش هاد الكراهية وما ينساش الاب ديالو. هذا البطل هذا اللي وصل لمراتب، وصل كما نقولوا الحالة ديالو مزيانة بزاف بزاف. هذا البطل هذا اللي هاد السخط هذا ديال الاب ديالو انا كنسميه السخط، لانه راه الوالدين فاش ما كتمشيش عندهم واخا ما تكونش متناقش معاهم، فاش كتشد الرجل عليهم وما تمشيش عندهم ما تسولش فيهم، راه كيبقى فيهم الحال. والله يسمح لينا خوتي من الوالدين. ففينك عاد الاب ديالك كيشوفك انت كيفاش كتعيش، وكيشوف هو راسهم محروم من ابسط حاجه، والناس كيقولوا له انت راك باين فلان ها كيف عايش. هذا كيما كنقولوا حنا كيضرب كيما قال لها بلا ملاير كيضرب بها رجليه، وواحد مسكين كيعيش الفقر. على الاقل كيما نقولوا حنا من الروح الانسانيه يشوف داك الاب ديالو يتفكروا ويمشي لعنده ويحس به ويحن عليه ويحن قلبه عليه ويعامل الاب ديالو مزيان ويدي منه الخير. حتى الا كان في واحد الظروف اللي كان دوزها قاصحه بزاف وما كانش عنده العقل، كان في المراهقه ولا كان في الطفوله ديالو ولكن فاش كبر ودار الوليدات ديالو يحس بلي انه حتى هو راه عنده ولاد، ويحس بالاب ديالو ويروح لعند الاب ديالو ويطلب منه السماحه على داك الشيء اللي فات. ولكن اخوتي حنا شفنا هذا الشيء هذا ما كانش، وكنا متبعين الفيديو ديال الصلح ديالو اللي كان عنده في المواقع ديال التواصل الاجتماعي. وفاش الاب ديالو طلب منهم قال لهم انا نمشي لعنده، ماشي هو عاد يجي عنده يقلب عليه، لانه هو راه عارفه ما غاديش يرضى باش غادي يمشي لعنده ويتصالح معاه في قهوه ولا غادي يتصالح معاه في الدار اللي هو يعيش فيها. هذاك الاب مسكين قال لهم لا انا اللي نمشي لعنده. وفاش مشى لعنده ما شفناش الفيديو ديال الصلح، كنشوفوهم فين كيصونيو عليه كيدقوا عليه ولكن ما خرجش.
موراها خوتي سمعنا على انه تصالح مع الاب ديالو، هذاك الشيء غير كما نقولوا حنا غير هضره، ما شفناش كما قال له بالمباشر لا خوتي. ولكن راه العقاب ديال الله سبحانه وتعالى راه كما قال لها كاين. هاد البطل العالمي اللي دار هاد الحاله هادي في الاب ديالو وما رحمش الاب ديالو وما تسامحش مع الاب ديالو، الذنوب ديال هاد الاب هذا ديالو خرجت فيه اليوم. انا كنقولها وكنقول راه خرجت فيه اليوم، ديك الذنوب ديال الاب ديالو راه خرجت فيه. وخير دليل هو هاد المشاكل هادي اللي هي واقعه اليوم ما بين سعيد عويطه وما بين الزوجه ديالو. وربما راه دوز حتى على المراه الاولى، راه دوز عليها كما نقولوا حنا المصائب، راه حتى ديال الذنوب ديالها راه خرجت عليها، خرجت عليه، هو اللي خرجت عليه. لان هاد السيده هادي اللي تزوجها اللي كان كاتب ليها كل شيء، كل شيء كاتبوا ليها، هي اللي مسيراه. وحنا كنا كنسمعوا على ان داك الاب كان كيقول في الاول بان ديك المراه الاولانيه كانت كتهلا فيه، اما المراه الثانيه هي اللي كتقيدي عويطه، كتقيدي سعيد، هي اللي كتقول له كما نقولوا الشاشه الراره بهضرتها كيدير كل حاجه. وهذا الشيء هذا اللي كان واضح، هاد السيده هذه اللي دارت عليه، اللي جمعت له الحصيصه كامله كامله دارتها قالها في السميه ديالها. وفي الاخر اخوتي شنو دارت ليه؟ طلبت منه الطلاق، طلبت منه الطلاق. اذا انت ما بقى عندي بك ما يدار، صافي اللي حصيصه جمعتها، الفلوس داتها، الاملاك داتها، وسعيد عويطه رماتو للهاويه، اللي خلاتو الله كريم. داكشي كاع اللي كان كيملك صدق كيما كيملك الصباط ولبسه فوق ظهره، هادشي هذا اللي بقى ليه في حياته. وهاد الشهاده هذه اللي حنا سمعناها من عند الابن ديالو، راه الابن ديالو هو اللي صرح بهذا الشيء هذا، باش ما يجيش شي واحد يقول لك لا كتفتريوا على الناس، كتكذبوا على الناس. لا خوتي حنا ما كنكذبوا حتى على شي واحد وما كنتكلموا حتى على شي واحد الا خرج الميديا وعطى التصريحات وعطى الاخبار ديالو وعطى كل شيء. حنا ما كنعرفوا حتى شي واحد فيهم، راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. حنا اللي هنا كنشوفوا من واحد الناحيه غادي نناقشوا السخط ديال الوالدين، راه الوالدين الا سخطوا عليك وما سمعوا وما طلبتش منهم السماحه وما سمحوش ليك، راه داك السخط كيبقى غادي معك طول حياتك. وكنشوفوا في العيالات القادات اللي كيبغيو يلعبوها لرجالهم، اللي كيضحكوا على رجالهم بهذه الطريقه هذه، كتب لي هذيك في سميتي ماشي مشكل، كتب لي هذه عطيها لي في سميتي ماشي مشكل، وفي الاخر كتلعب عليه كما كنقولوا العشره، وكتنوض كتجمع ليه الحصيصه، جمعتها ليه حب وتبن، ما خلاتليش كما كنقولوا حنا باش ينقي سنيه، ودات ليه كلشي اللي عنده ورماتو للتوش. اذا دابا سعيد عويطه واش غادي يبديها كما كنقولوا من الزيرو؟ واش باقي صغير اللي غادي ينوض يخدم ويردم باش ينوض يولي كيأمن المستقبل ديالو؟ راه لا خوتي، راه الانسان قال اللي كبر عنده وليدات، عنده وما بقى عنده والو، عنده الولاد، عنده العائله، ولكن ما بقى ليه والو. راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذه واحد النصيحه لا بالنسبه لا للرجال ولا للعيالات، لاننا حنا كنشوفوا ماشي غير الرجال اللي غادي نزيدوا عليه معاهم وغادي نقولوا راه تجي المراه وغادي تضحك عليك بهذه الطريقه هذه وتقول لك كتب لي هذه، اعطي لي هذه، كتب لي هذه، وفي الاخر دور فيك. حنا كنشوفوا هذه الحاله هذه كاينه. وكاينين حتى الرجال اخوتي اللي كيكونوا العيالات هما اللي خدامات، العيالات هما اللي كيكونوا عندهم الاملاك ديالهم وكيضروا بهم رجالهم وكيقولوا لهم كتبوا لنا هذيك الملك ولا تعطيني داك القد ولا قد الفلوس، وكيضحكوا عليهم بهذه الطريقه هذه. وفاش كيوصلوا للمبتغى ديالهم كيدردبوهم بحال هذا الشيء هذا اللي دارت مرات عويطه اللي دارتها الراجل ديالها.